طبق مكرونة بالسجق، ريحة وطعم يخطف القلب. حاجة كده اللهم بارك. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ديت؟ عملنا كده طبق مكرونة النهاردة بالسجق، أكلة كده موفرة وسهلة وبسيطة، وكمان كل ولادنا بيعشقوها. شايفين جمالها وحلاوتها؟ طبق المكرونة بيتكلم عن نفسه، حاجة كده اللهم بارك. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معانا بقى كده السجق بتاعنا. ندخل بقى كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوفوا هنعمل ايه. السجق بتاعنا بلدي، وخدته كده وشطفته شطفة حلوة. بعد كده نشفته بمناديل المطبخ، وفي طاسة كده على البوتاجاز فيها شوية من الزيت يكونوا سخنين، والطاسة كمان تكون سخنة. نشوح بقى كده السجق بتاعنا، نديله صدمة كده عشان المسام بتاعته تتقفل، وياخد كمان لون ذهبي كده جميل زي ما انتوا شايفين معانا بالفيديو. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ديت؟ أكلة ايه موفرة وسهلة وبسيطة وكمان اقتصادية في نفس الوقت. نفتح كده بقى السجق بتاعنا من بعضه علشان كل الجوانب بتاعته تتشوح معانا في شوية الزيت. وكمان السجق بتاعنا ما نزلش دهون كتير زي ما انتوا شايفين معانا في الفيديو. حاجة كده اللهم بارك. لما نيجي نشتريه نجيبه من جزار يكون موثوق فيه. هنا بقى في نفس الطاسة نزلت كده ببصلاية مقطعة قطع، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة، ممكن تقطعيها جوانح أو شرايح رقيقة. خدت اللون القمر اللي انتوا شايفينه الأصفر كده. بعد كده ننزل بفصين توم مقطعين شرايح. أول ما تطلع ريحتهم أنزل كده بالفلفل الأخضر، أو لو عندك ألوان برضو يبقى كويس. انا هنا كان عندي قرن فلفل رومي وقرن فلفل سبايسي، نزلت بيهم كده ياخدوا تشويحة مع البصلة وفصين التوم لحد ما تطلع ريحتهم. هنزل برضو بطماطمايه كده متقطعة قطع صغيرة. الطماطمايه ديت بتدي كده للسجق نكهة كده جميلة، ولو كانت مبشورة يكون أفضل، بس أنا بحبها مقطعة قطع صغيرة. نبهر بقى كده بمعلقة من الكزبرة الناشفة، ورشة من الملح، ونطرة من البابريكا زي ما انتوا شايفين معانا في الفيديو. مش عايزين نكتر بهارات لأن السجق هو كله بهارات. بعد كده قطعنا بقى كده السجق بتاعنا قطع صغيرة، نشوحه برضو مع الخضار كده زي ما انتوا شايفين معانا في الفيديو، ياخد كده تشويحة محترمة. بعد كده هنزل بقى بمعلقة من الصلصة. معلقة، هو الكيس اللي معايا كان معلقة كبيرة زي ما انتوا شايفين بالظبط. برضو نقلب كده تقليبة. وبعد كده كان عندي عصير طماطم، رحت نازلة بيه برضو على على الصلصة مع السجق مع الخضار. ولو كانت الطماطم بتاعتك مبشورة او قطع بتبقى جميلة جدا مع السجق. الطماطم مبشورة ومقطعة بتدي كده للحاجة بتاعتنا نكهة كده مميزة. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ما نزلنا بالصلصة ننزل كده بمعلقة من السكر مش كبيرة قوي، ونقلب برضو كده تقليبة ونسيبها بقى كده تتسبك معانا. على ما تتسبك حاطة مية المكرونة على النار، نزلت فيها برشة من الملح. والمكرونة بتاعتنا قلم، وبحب مكرونة الملكة او حوا، بيبقى كده يعني نكهتها حلوة وكمان بتبقى جميلة برضو في التقديم. بعد كده اسيب المكرونة تاخد 3/4 التسوية. نقلب بقى كده الصلصة بتاعتنا لقيناها كده اتسبكت. نبهر بقى كده بمعلقة من الفلفل الاسمر، ارشة كده من الفلفل الاسمر. انا كنت زودت الصلصة ربع كوباية مية مغلية علشان كده السجق بتاعنا ياخد 3/4 تسوية، والمكرونة 3/4 تسوية عشان هنقلبهم على بعض. انا هنا بعد المكرونه ما خدت التسويه بتاعتها المظبوطه، خدتها كده شطفتها تحت الميه. وشايفين المكرونه بتاعتنا مصحصحه كده ومفتحه علشان تشرب كده من الصلصه. ما تحاوليش تسوي المكرونة قوي علشان كده تبقى تشرب من الصلصة وتكون مفتحة معاكي زي ما انت شايفة معانا في الفيديو. وكمان نسيبها لما تتصفى ما يكونش فيها ولا نقطة مية. نقلب بقى كده المكرونة مع الصلصة مع السجق زي ما انتوا شايفين، حاجة اللهم بارك. طبق مكرونة يستاهل بقكم.
أكلة موفرة ومشبعة وتكفي من 4 ل5 أشخاص. حاجة كده اللهم بارك. وكمان من غير وقت ولا مجهود، 10 دقايق وانت واقفة على البوتاجاز هتحضري أحلى وجبة اقتصادية. ممكن تحمري معاها بطاطس، تحطي معاها مخلل، تحمري بدنجان، أي حاجة. لو إنها هي كده لوحدها كفاية، مع شوية مخلل بقى هتبقى أكلة كده معتبرة. حاجة كده اللهم بارك. نقدم بقى كده المكرونة بتاعتنا. أنا هنا كانت الطاسة تقيلة شوية على ايديا، حبيت أغرف كده نص الكمية، وبعدين هنزل بقى إيه ببقية الكمية بالطاسة كده مرة واحدة، تدينا كده الشكل الجمالي القمر اللي انتوا شايفينه معانا في الفيديو. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ديت؟ حاجة كده اللهم بارك. يا الجمال بصراحة عدى الكلام. وكمان حاجة كده يعني روعة، وحاجة كده تحفة. تسلم ايديا والله، وبقول لكم ده عمايل ايديا وحياة عينيا. حاجة كده اللهم بارك. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة، وكمان كمية السجق بتاعتنا محترمة وزهرة كده في طبق المكرونة، وحاجة كده ما شاء الله. هي ديت اكلات الصيف الخفيفة، مش هتخلينا نقف في المطبخ كتير، لان بصراحة الجو الله المستعان. وكمان الاكلة ديت تنفع للمصايف وتنفع للرحلات في علب بقى كده، يعني جميلة جدا في كل الحالات. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة ديت؟ جربوا الوصفة ديت بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم وتحوز رضاكم. واللي عجبكم بقى الفيديو تسيبولي كده دعوة حلوة من قلبكم، بتفرحني وبتسعد قلبي. واتمنى اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، واتمنى ان انتوا تاخدوا جولة كده في القناة، فيها اكلات جميلة مميزة، وفيها اكلات اقتصادية، وفيها اكلات على قد الايد، وفيها تحليات وعصاير. اتمنى القناة تعجبكم.